السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل المسقعة بطريقة المطاعم زي اللي بناكلها في المطاعم. مقاديرها إيه وطريقتها إيه؟ المقادير عندي بسيطة جدا. عندي بتنجان طبعا قطعته على شكل مكعبات زي ما احنا شايفين كده، وحطيته في مية وحطيت عليه ملح علشان إيه؟ ما يسودش. تمام؟ أهو علشان ما يسودش مني البتنجان. كمان عملت إيه؟ جبت بطاطس وقطعتها مكعبات زي ما احنا شايفين كده. كمان عندي فلفل. طبعا عايزه تحطي فلفل حامي تقدري تحطي عادي، مفيش اي مشكله، بس انا عشان عندي الولاد مش بيحبوا الفلفل الحامي فانا عملت فلفل بارد عادي. تمام، اللي هو الفلفل الرومي، والثوم طبعا للمسقعه. وبعدين عندي طماطم مقطعاها كده مكعبات، وهيبقى فيه صلصه وخل. تمام. اول حاجه هعمل ايه؟ اول حاجه همسك البتنجان والبطاطس هبدا اقليهم. هبدا طبعا بالبطاطس وبعديها الايه البتنجان. هاجي بقى كده على الايه عندي في الطاسه. تمام، ادي الطاسه بتاعتي اهي. هبدا بقى طبعا اسخن الطاسه كويس جدا، وابدا اقلي البطاطس وبعدين البتنجان. تمام، هسخن الطاسه كويس جدا، ولازم يبقى عندي زيت غزير كده عشان اعرف اقليها. بعد ما الزيت سخن هبدا انزل بقى بمكعبات البطاطس، ابدا ايه اقليها. وطبعا بعد البطاطس هبدا اقلي الايه البتنجان. تمام، اهي هبدا بقى ايه اقلي البطاطس كده في الزيت، وبعد كده هنشوف ايه هنعمل ايه. بعد ما قليت البطاطس طبعا بطلع البطاطس اهو، وهبدا بقى اقلي الايه البتنجان. تمام، طبعا هصفيه من الميه عشان ما يطرطش في الزيت جامد. هبدا اصفيه كويس في الميه كده، وابدا بقى ايه اقلي البتنجان. تمام، بعد ما قليت البتنجان بقى كله خلاص هبدا هقلي الفلفل. تمام، وزي ما قلت لك انت عايزه فلفل حار حطي فلفل حار عادي، انا هعمل فلفل رومي عادي، انا هقلي الفلفل الرومي العادي. تمام اهو. بعد كده هجيب طاسه بقى تانية عشان ابدا ايه اعمل المسقعه بتاعتي. اول حاجه حطيت شويه زيت من الزيت اللي انا قليت فيه طبعا البتنجان. هاجي هنزل عليه بالثوم مقطع كده. تمام، وابدا ان انا احمر الثوم. تمام، اول ما الثوم بقى يبدا لونه يتغير بقى كده ويبدا يحمر، هنزل عليه هطفيه بشويه من الخل. تمام، بربع كوبايه كده من الخل. تمام، ابدا احمر الثوم بتاعي اهو. واول ما الثوم يبدا يتحمر هروح نازله طافيه بشويه بربع كوبايه كده من الخل. تمام اهو، اديني اتحمر الثوم اهو. اول ما احس ان لونه بدا يتغير هروح نازله عليه بالخل اهو. تمام، الثوم عندي، واول ما بقى احس ان بدا لونه يغير كده اهو. تمام، هاجي بقى اجهز الخل بتاعي لانه بدا فعلا يطلع ريحته، بدا يحمر. هروح نازله عليه اهو. اجيب الخل بتاعي انزل عليه حوالي ربع كوبايه من الخل. في نفس الوقت هنزل بالفلفل على طول عشان ما يبقاش مكركب بقى عليا. تمام، هنزل بالفلفل بتاعي. تمام، وبعدين اروح نازله بالطماطم واخليه يتسبك مع الطماطم شويه. تمام، هسيب الطماطم لما تتسبك اهي اهو. وكمان هنزل عليه بشويه من الصلصه، واسيب الطماطم بتاعتي تتسبك عشان ابدا اتبلها بعد كده. ضفت عليها شويه ميه بسيطه كده زي ما احنا شايفين عشان تساعدها لما احط الخضار بتاعي البطاطس والبتنجان. هاجي بقى اتبلها، احط لها شويه من الكمون. تمام، احط لها شويه من الفلفل الاسود. تمام، هديها حبه من البهارات، شويه كده رشه بهارات، وطبعا ملح. تمام، واقلب بقى ده كله في التوابل والبهارات بتاعته عشان انا هنزل بعد كده اول ما تتسبك الصلصه عندي
هروح نازله بالايه، بالبطاطس والبتنجان. ادي اهو خلاص. هبدا بقى ايه، انزل بالبطاطس اهي، وكمان البتنجان اهو. اكله لذيذه جدا، عفوا، ما خدتش وقت ولا خدت اي مجهود ولا حاجه، من ابسط ما يكون. وعايزه اقول لكم ان الطعم كمان تحفه اهي. شايفين شكلها حتى بيشاي ازاي. لو عندك بقى قرن فلفل حراق ممكن تعمليه فيها، بس انا بصراحه مش حاطه فلفل حراق، انا هقلي الفلفل الحراق بره، واللي عايز ياخد تمام ممكن تحطي فلفل حراق زي ما انت عاوزه. تمام بس كده، هي كده خلاص ايه، شوفي شايفين شكلها، شايفين شكلها بعد ما خلصت عامله ازاي وجميله قد ايه. وبكده نبقى احنا خلصنا المسقعه البتنجان. وما تنسوش بقى تعملوا لي سبسكرايب وشير.